مشوار وأغلى من حياتي هكمله، لو حتى كل الدنيا وقفت قصادي، واللي عليا في الحياة أنا هعمله. ضربة ورا ضربة هعافر وقدامي، لو في نار ومرار الطريق أمشي، لو في ويل وفي ليل وبعذاب راضي ويوم ورا يوم. السلام عليكم. انا عملت الفيديو ده مش عشان احكي فيه حدوته، بس انا هحكي قصه صغيره، قصه شاب اتخرج ودرس، وشاب مصري بيحب مصر قوي، بس يمكن يكون مختلف عن شباب كتير قوي دلوقتي. الشاب دوت بيحاول يفكر بصوت عالي، عايز يبقى ايجابي، عايز يبقى ايجابي، بيحاول في افكار في دماغه بيحاول يوصلها لشباب زيه. مش بيخاطب بيها فئة معينة من الشعب، بيخاطب بيها الفئة كلها، مش بيخاطب سن معين، بيخاطب كتير. الشاب دوت على المستوى الإنساني جدع جدا، محترم جدا، حد كويس بجد. هو مخرج مش كتير فينا عارفينه، صاحب VTV هاني حمدي، وهو ده هاني حمدي. هاني حمدي يا جماعة صاحب أشهر فيديو على اليوتيوب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، بيشرح فيه بروتوكولات الحكماء الصهيون من 114 سنة. والشاب دوت مقتنع جدا ان في حاجة اسمها نظرية المؤامرة، وبيحاول فيها يفكر معانا بصوت عالي، ويحاول فيه يسألنا أسئلة واحنا نرد عليه. وفعلا الفقرات بتاعة البروتوكولات في منها كتير قوي اتحقق في الفترة اللي فاتت. فهاني استغرب وحاول يفكر معانا بصوت عالي وبثقافته. طبعا كله هيسألني يقول لي انجزي بقى ايه اللي حصل، احنا عايزين نعرف مين ده وبيعمل كده ليه. هاني اول حاجة ولا تبع حزب سياسي ولا حركة سياسية ولا ينتمي لأي حزب ولا أي حركة. هاني شاب مصري بيحب مصر، بيحاول يطبق اللي درسه في الحياة، بيحاول يفكر، بيحاول يبقى متميز عن غيره، بيحاول يبقى حاجة في البلد، بيحاول يبقى حاجة لنفسه. بس فهو شايف اللي بيحصل وعايز ينتقد حاجات، وده من حقه، لان لو كان قبل كده كان في ديكتاتوريه، فمن حقه بعد 25 ان يبقى في ديمقراطيه وحريه، وهو اللي عايز يتكلم فيها. فالخطير بقى يا جماعه ان هاني دوت اتهدد بالقتل على موبايله. فهاني ما استجابش للتهديدات ولا فرقت معاه، لان هاني طبعا بيقول كل حاجه بتاعت ربنا. والاخطر ان والدته اتهددت واخوه، ومش اتهددوا بيه هو، اتهددوا بالاطفال الصغيرين، ولاد اخوه ولاد اخته، ان قول بمدارسهم وبعناوينهم. فباي حق ان شاب زي دوت يتهدد ويقلبوا حياته ويخوفوا والدته عليه ووالدته تتعب، علشان بيحاول يفكر معانا بصوت حالي وبيحاول يسالنا ومين من مصلحته ان يهدد هاني. عايزين بس نعرف ونسأل. المشكلة مش في هاني ولا في الفيديوهات اللي هاني بيعملها. لو هاني اتهدد مليون واحد هيطلع غير هاني يتكلم. المشكلة خالص مش في هاني، المشكلة ان في مليون واحد تاني بعد هاني. فهو دوت الحرية في مصر. طيب هاني عمل فيديوهات بروتوكولات حكماء صهيون وليها أجزائها، وشرح فيها نظرية المؤامرة وجاب الأدلة والمستندات، وبعدها عمل وائل غنيم موثقة أمن الدولة، بيتكلم عن الناس في البلد. طب لو الاعلام بتاعنا كان بيقول ان كان في ديكتاتوريه كمان، دلوقتي المفروض ان الاعلام يبقى كويس، ما يبقاش فيه فساد، مش متسيطر عليه. ليه شاب زي دوت ما يجيبوش الاعلام ويحاول يساله ويعرف بيه الناس ويقولوا له انت بتعمل كده ليه؟ يحاولوا يسالوه، يحاولوا يزوروه، يحاولوا يسالوه هو ليه ايه اللي مقتنع بيه وايه اللي مش مقتنع بيه. لكن ده ما حصلش. بس انا عايزه اوجه بس رساله هاني ان كلنا معاه وربنا معاه طبعا، ويكمل في مسيرته، لان هي مجرد تهديدات، لان اللي هدده ده ضعيف قوي، اخره ان هو يتكلم في التليفون ويتهدد علشان هاني يبعد. لكن لو كان عايز يعمل حاجه كان عملها دايركت على طول، ما كانش هدده. وطبعا ربنا يشفي له مامته ان شاء الله باذن الله، وما تخافش عليه، هاني معاه ربنا، مش التهديد ولا اللي هو عايزين يعملوه ممكن يتنفذ، مجرد تهديدات. احنا مش قاعدين في شيكاغو، احنا قاعدين في مصر، ودلوقتي بنثق في القضاء وفي الشرطه وفي كل القضايا اللي في البلد، ومن
ان شاء الله مش هيحصل له حاجه ويكمل مسيرته. وشباب كتيره قوي يعملوا زي هاني ويكملوا مسيره هاني ويشتغلوا زي هاني. وبعدين انا عايزه بقى اوجه رساله لهاني واقول له هاني طالما ده حصل يبقى انت قربت قوي من الحقيقه، يبقى انت عرفت حاجات كتيره قوي كان بعيد عنك ان انت تعرفها، يبقى انت بتشكل خطر على ناس موجوده دلوقتي في البلد بتلعب في امن واستقرار بلدك. انت كشفت حقائق وكنت في الفتره الجايه هتكشف حاجات اخطر بكتير. فقالوا لك كفايه كده لان الولد دوت مش بيهزر ومش بيعمل فيديوهات من الهوا، ان الولد دوت فعلا عارف حاجات وعرفت اكتر من المفروض تعمله. يبقى انت كده نجحت، يبقى انت كده ابتديت تسمع، يبقى انت كده وصلت صوتك واسئلتك مهمه واللي انت بتعمله مهم. فكمل وما تخافش